عسلامة الناس الكل، مرحبا بيكم، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. في الفيديو هذا باش نعملوا مع بعضنا خبيزة محرحرة تعمل الكيف. مشيت للمرشي ولقيت الخبيزة وما ترددتش باش نشري منها على خاطر ماهيش ديما موجودة. وكي نقولوا خبيزة نقولوا معاها البصل الأخضر، على خاطر الصوص بتاع الخبيزة بنتها بصل أخضر. يلا بينا نشوفوا طريقة التحضير. بالنسبة للخبيزة باش نوريكم فيسع فيسع كيفاش تتقص. نحو الساقين بتاعها يابسين هذوك ما تيبوش، وباش نبداو نقصو فيها بالطريقة هذه جويدة. ومن بعد نغسلوها على الأقل 3 مرات. فما شكون يحط جفال، أنا ما نحطش جفال، نغسلها مليح ونكتفي إني نغسلها بالماء كهو. لنا بعد ما قصيت الخبيزة كما وريتكم غسلتها مليح، غسلتها 3 مرات، وباش نحطها تفور مدة ساعة غير ربع إلى ساعة، للي نشوف الحجم بتاعها تقلص ولونها بدا يغماق. وباش نزيدو معاها سنين الثوم. كما تعرفوا يا جماعة الخبيزة تحب الثوم وتحب البصل الأخضر باش تجينا فاوحة وبنينة. باش نخليو الخبيزة تفور ونمشيو ناخذ كسرونة حطيت فيها شوية زيت نباتي و3 روس بصل أخضر باش نخليهم يتقلاو لين يذبل البصل. اللي عنده بصل عادي يحط البصل الاخر، اما المستحسن البصل هذا اللي يجي مع الخبيزه. لنا بعد ما ذبلنا البصل باش نحطوا معاه مغرفتين طماطم كبار. بالنسبه للطماطم انت والكونتيتي اللي باش تعمل الخبيزه، انا عملت كونتيتي كبيره شويه هذاك علاش حطيت مغرفتين. توا باش نخليو الطماطم تتقلى مع الزيت والبصل، وباش نزيدها تشيشه ماء باش الطماطم ما تتحرقش، شويه ماء سخون مش برشا. بالنسبة للفاحات عندي مغرفة كبيرة هروس، مغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة تابل وكروية، ومغرفة صغيرة ملح. اللي يحب يزيد هريسة عربي يزيد، اللي يحبها حارة أكثر موززة يزيد. أنا باش نكتفي بالهروس خاطر موزز شوية، فضا باش تجيني باهية معناتها في الحرورة مش حارة أكثر من اللازم. بعد ما حطينا الفاحات بتاعنا باش نزيدوها مغرفة كبيرة ثوم، ما يعادل 5 سنون ثوم كبار. الخبيزة اللي تحب الثوم يفوحها على الاخر. باش تخليو هكا اللفاحات يتقلاو شويه مع الطماطم، وباش تزيدوها شويه ماء سخون باش اللفاحات ما يتحرقولناش. لهنا تقلات الطماطم عنا مليح واللفاحات، باش نمرقوها بشويه ماء سخون مش برشا. راهي الصوص بتاع الخبيزه تجي عاقده ما تجيش محلوله برشا، داب شويه وكهو، ومش نخلوها تاخو غلوه في راحتها. كما تراو لهنا الخبيزه بتاعنا حضرت، تفورت مليح كما تشوفوا لونها تبدل والحجم بتاعها تقلص.
يعني سيد طابت وأمورها واضحة. توا باش نسقطوها فك الصوص اللي طيبناها باش تتشرب لفحات وتجينا بنينة. اللي ما يحبش يحط الكمية الكل ينجم يخبي شطرها وطيب شطر أكاهو، نحطوها في الكونجيلاتور راهي تصبر ما يصير لها حتى شيء. نخلوها 5 دقايق هكاكا ونطفيو عليها. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي شنو رايكم. وكان اول مره تزوروا القناه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشجعوني بجيم كومنتير. وان شاء الله في دبارة جديده. نخليكم في امان الله وشهية طيبه.